اهلا اكس. اهلا ايمان. اخيرا خلينا نقول للناس ايه ده الاول. ايه ده بودكاست اول مرة هنتكلم فيه عن ايه؟ عن المواقف والتجارب اللي بندخلها لاول مرة، يس، اللي احنا اتعلمنا منها او ممكن الناس تتعلم من الناس اللي قبليها. طب هيفرق في ايه؟ هيفرق كتير لان بنشارك مع الناس تجارب اول مرة نعملها او ناس عملتها وبنشير معاهم ايه اللي حصل عشان يتعلموا من الاخطاء ومن الاخر يعني ممكن ما يعوش في الغلطة مرتين. يس ممكن جايين لهم من المستقبل يعني. من المستقبل. باي ذا واي ده كان اسم ده كان هيبقى اسم البودكاست بعدين اسم تراجعنا عنه تماما. واخترنا اول مرة. زي ايه مثلا اول مرة؟ يعني احنا هنتكلم عن ايه؟ ممكن اول مرة تدخل انترفيو، اول مرة تسوق عربية، اول مرة تسافر فيها سبوتس، اول صدمة خيانة. اوكي، اول صدمة خيانة عند البنات، صح؟ عند الولاد. اوكي، البنات اول مرة قلبك اتكسر. اول مرة البنات قلبها اتكسر، الولاد قلبها ما يكسرش اعتقد. لا اعتقد ان كمان الشباب قلبهم بيتكسر. لا في كلام ده صدقني. نشوف البودكاست اللي رايح بينا فين، رايح بينا على فين ده. بما ان النهارده الفالنتاين. ايوه، ودي اول حلقة البودكاست اول مرة هنتكلم عن اول مرة ديت. اول مرة ديت. يس صحيح. interesting. يعني ليه مهم ان احنا نتكلم عن اول مرة ديت؟ معلش خليني اسالك انا السؤال ده، ليه مهم؟ على فكرة عارف مهم ليه مهم؟ لانه في ناس للاسف بتختار ان الفالنتاين يكون اول مرة ديت. فعلا مش صح خالص. مش صح. مشكلة ان هم بيبقوا متخيلين انه دي فترة بقى بيكون فيها ايه، مشاعر ومساحة انه نقدر ننط فيها خطوات، فيلا نطلع فيها ديت ونعبر عن مشاعرنا. ما افتكرش ان هو اصح حاجة. بس انا يعني احنا نسينا على فكرة نعرف الناس بفوج. مين فوج مايكل مين فوج اللي انت مش طايقه، اللي انت مش طايقه. انا بحبه. انا عايز اعرف رأي الناس فوج بعد ما يتفرجوا معانا على البودكاست. هل هو كائن يستاهل اللي انت بتعمله فيه؟ اي حد بيقول على اي قط كيوت على فكرة فوج مش اي قط. امال ايه؟ ده ابني. ربنا يخليك. ربنا يخليك ابنك. شكرا. جميل يا فوج والله، يعني ازعاج جبار يعني، ولكن ما عملكش حاجة على فكرة. وانت اللي بتتعامل معاه بقسوة. دي اول بجفاء. ما عملتوش حاجة والله، ده انا بلعب معاه بس يعني. اوكي انت you take the يعني I didn't take anything. somehow offensive. هنشوف لما فوج هيجي ناحيتك ماشي. هتتعامل ازاي. ماشي خلاص، هطبطب عليه كده زي اذا فكرت اصلا تلمسه انت ما بتلمسوش، انت بتهشه. انا بهشه عشان ما المسوش. ايوه صح. طيب خلينا الاول نقول للناس، نكلم الناس عننا الاول. احنا عرفنا بعض ازاي؟ اوكي، احنا عرفنا بعض في كورس عن صناعة المحتوى. يس مظبوط. وانا لسه لحد النهارده فاكره اول فيديو انت عملته على فكره. يس كنت عامل فيه حركات اديت وسكريبت اوبا واداء كان رهيب. اول ما شفت الفيديو قلت مين ده فعلا، مين ده. يا الفيديو ده الكلام ده كان من امتى؟ 2 تقريبا صح؟ يا لهوي الوقت جري. يس كان من 2 بعدين تاني حاجة أنا فاكراها جدا طبعا لأنه كان الوقت زحمة وطول الوقت عندنا وركشوبس وحاجات ما كناش بنلحق إن احنا نتعرف على بعض بشكل شخصي. مظبوط. أول عشاء لينا مع بعض برا خرجنا لما عملت لنا الأوريجامي. لسه فاكراهم. أنا مش مصدقة إنه في حد كان عنده الديديكيشن إنه يعمل لكل شخص. وإحنا بنتكلم تقريبا إحنا في التجمع ده كنا حوالي 15-20 شخص. 15 واحد فاكر. انا فاكر عشان انا اللي طبقت الاوريجامي. انت عملت لكل شخص اوريجامي مسج مخصوص شخصيه كاستمايز للناس اللي جايه في التجمع ده. ف دي كانت من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا انه في حد ممكن يكون من اول مره بيقابل الناس هو فعلا عايز يقرب منهم 2-3. ده حقيقي. فدي حاجه بصراحه انا بحبها جدا، فكرة ان انا ما بقاش سطحي
somehow مع الناس يفهموا ان انا مش عامل حاجة خد واحدة او حاجة، لا دي اوريجامي انا كاتب فيها كلام بيرفلكت حاجة ليها علاقة بالشخص نفسه اللي انا بديله الحاجة. اقول لك على حاجة بصراحة انا كنت فاكراها في الاول اللي هو ريدي ميد بقى كده وحاجة اللي هو شكل جايب لي عصفورة في الاخر. يعني بصراحة اللي هو ما اهتمتش قوي بالموضوع، بس لما لقيت الناس حواليا عمالين بيفتحوها وكل حد عمال بيقول انطباعات ايه ده شكرا يا محمود انت عرفت منين، وكاتب حاجات مسجز شخصية. ده حقيقي يعني مينلي اللي هيقرا الرسالة مش لو الاوريجامي دي انا اتلخبطت واديتها لواحد تاني مكان التاني هو مش هيفهم انا بقول ايه، لان الحاجة دي فعلا مبعوثة للشخص ده نفسه وسيكريتلي صعب ان حد تاني يكون لاحظ الحاجة. so I study people، يعني انا بدخل اقرا الناس شوية. يس كلامك مظبوط. انا فكرتيني بقى بفيديو ليكي وانا بقى بقرا الاوريجامي وانا بعمل الاوريجامي بتاعتك. فكرتيني بالفيديو اللي هو بتاع التخطيط فيرسز العشوائية. واحد من اجمد الفيديوهات اللي شفتها بصراحة، لان هو كله hidden messages، يعني انت معمول بعمق، مش فيديو سطحي يعني. بس تفتكر الناس عايزة الكونتنت العميق؟ نو كلهم عايزين اي حاجة سيرفيس كده. طب احنا هنعمل ايه في البودكاست ده challenge. ممكن يكون دي الحاجة اللي خلتنا نعمل البودكاست. challenge. بس مفيش حد صعب بصراحة. احنا نطمن الناس، احنا مش هنتكلم كلام عميق، مش هنتكلم في اي حاجة عميقة، كله كله كلام لذيذ وكله كلام في بقى العميق بقى هيبقى في الهيدن مسج، يعني يتفهم ما يتفهمش بالظبط بين السطور مش بتاعتنا دي. يعني العميق ده احنا هنتكلم عادي. وهنا جت فكرة بودكاست أول مرة. اسم جامد. تفتكر ايه الناس ممكن تستفاد ايه من البودكاست اللي احنا قررنا نعمله ده؟ انا دايما في حاجات لما بدخل فيها بقول يا ريتني كنت اعرف المعلومة دي قبل ما اعمل الخطوة اللي انا عملتها. يعني زي ما انت كنت بتعرض مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها انه اول انترفيو، انا في حاجات كان لازم اسمعها واعرف عنها قبل ما ادخل اول انترفيو، لانه كان هيفرق كتير، كان هيفرق. ومش حاجات انت تقدر تعملها ريسيرش على الانترنت، يعني احنا بنتكلم على مواقف بيزد على اولا انه نفس البيئة اللي احنا بنتكلم منها هي نفس البيئة بتاعت الناس اللي بتتفرج علينا. اغلب الكلام اللي انت هتلاقيه على الانترنت يا اما من مواقع انجليش يا اما من مواقع مش من نفس الريجن اللي المتابعين بتاعك منه. فاحنا بنتكلم من منطلق اولا تجارب مشتركة وبيئة مشتركة، ومن الاخر في حد بس عايز يختصر الطريق على اللي قدامه عشان ما يقعش نفس الاخطاء. بنناقش معاهم الحاجات دي بحيث ان هي تبقى واضحة، يعني تساعدهم ان هم يفهموا حاجات ما بيبقوش فاهمينها في الموقف ده ومتخيلين انه ليها تفسيرات معينة. نعتقد وقت مناسب فعلا ان احنا نعمل حاجة زي دي. جه الوقت يعني اخيرا يس ميك سنس. انا مقتنع جدا، شايف ان الموضوع بنسبة كبيرة جدا هيساعد ناس، يعني ناس تستفيد من تجارب، ومش لازم تكون تجاربنا احنا بس، ممكن نجيب تجارب ناس تانية، ناس صح. مختلفة. اعتقد فكرة البودكاست دي فكرة جميلة ان احنا بدأناها. يعني احنا الكلام اللي احنا هنتكلم عنه mainly مش هيكون احنا بس. البيج اللي احنا عملناها عليها بولز علشان الناس تقدر تفوت. يعني ايه بولز؟ أسئلة بشكل بسيط جدا تسألهم عن آرائهم قراراتهم في الحاجة في المواقف دي. يعني نزلها على الصفحات فيسبوك. فيسبوك وهيكون كمان mainly فيسبوك وفي الستوريز بتاعت انستغرام as much as we can طبعا. بس الهدف هو ان الناس تكون جزء من الصورة دي، لانه اوقات البنات مش عارفين الشباب بيفكروا في ايه، واوقات الشباب ما بيكونوش عارفين البنات بيفكروا في ايه. صحيح. فاحنا عايزين نعمل زي بريدج، احنا البريدج يسمعوا بعض ويفهموا وجهة نظر بعض. فبالتالي اذا في حد عنده وجهة نظر عن حاجة هو مش فاهم ليه ممكن الشخص اللي قدامه يبقى بيتصرف بالتصرف ده، نساعده شوية انه يفهمها make sense، ونديله زي خريطة كده يتحرك فيها بالظبط. بقى الخسائر طبعا على قد ما نقدر. يلا خلينا نبتدي ونجرب.
نبدا ونشوف الاتيكيت هيقول لنا ايه في الفالنتاين. انت النهارده عشان الفالنتاين وعشان دي اول حلقه البودكاست اول مره. حلو الاسم والله. انا عاجبني جدا يعني. احنا عايزين نعرف راي الناس على فكره في الاسم ده، عجبهم ولا لا؟ يا ريت ان شاء الله عجبهم.